حتى عثمان ديمبلي توصيلها إلى حد معين كما أشاروا الشباب في الاستوديو بأن يستحق عثمان ديمبلي الكرة الذهبية أكثر من أي لاعب آخر بناء على عدد البطولات. صحيح، وأنا أعتقد أنه من الإنصاف أن يكون ديمبلي هو الفائز بهذه الجائزة. ولكن كذلك أنا بالنسبة لي من غير أي تعاطف أنا أشوف أن كذلك حكيمي يستحق، وهو شارك في كل ما شارك فيه ديمبلي. ولكن أشرف حكيمي أحد أفضل المدافعين في العالم، أرقامه مذهلة وأداء ثابت، لكن تصريح واحد قلب جماهير باريس سان جيرمان ضده حين قال بثقة إنه يستحق الكرة الذهبية بأرقامه رغم أنه لاعب خط دفاع. رد فعل الجماهير كان قاسيا، صافرات استهجان وتشكيك خلال مباراة توتنهام وباريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي. فهل كانت الصراحة خطأ أم أن النجاح لا يغتفر في عيون بعض المشجعين وخاصة جمهور باريس سان جيرمان؟ في عالم موازي الدعم الإعلامي قد يصنع مجدا أو يدفن موهبة، لكن ما يفعله النصر الخليفي في هذه الأيام مع عثمان ديمبيلي يثير أكثر من علامة استفهام. رغم أن أشرف حكيمي أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه وصاحب ألقاب وإنجازات واضحة مع النادي والمنتخب، إلا أن الخليفي يختار أن يسلط الضوء على ديمبيلي وكأن هدفه النهائي الكرة الذهبية. الإعلام موالي وخاصة بي إن سبور دخل على خط تقارير تحليلات ومقارنات لصالح ديمبيلي، حتى إن كانت الأرقام والإنجازات تقول شيء آخر. أشرف حكيمي ليس مجرد مدافع، بل المحرك الهجومي والرئيسي في نجاح باريس سان جيرمان هذا الموسم برصيد 11 هدف، 16 تمريرة حاسمة في 55 مباراة الأعلى بين اللاعبين في موقعه. قاد الفريق لتحقيق الثلاثية الدوري كأس ودوري الأبطال، سجل هدفا حاسما ضد أرسنال في نصف النهائي، افتتح التسجيل في نهائي الأبطال بفوز ساحق 5-0 على الإنتر، جائزة أحسن لاعب في الدوري الفرنسي على مستوى الإفريقي، توج هذا الموسم الجديد كأس السوبر الأوروبي، يكتب بي اس جي أول لقب فرنسي في تاريخ المسابقة. إنجازات وأرقام حكيمي لا يقول فقط استحق الكرة الذهبية، بل ربما أثبت ذلك بالفعل. خلاصة، هل نحن أمام تقييم عادل للمستوى أم أمام لعبة المصالح؟ في كرة القدم الحديثة من يملك الميكروفون يملك القصة، ومن يملك القصة قد يكتب اسم فائز بالكرة الذهبية قبل أن تبدأ المنافسة. رسالتي إلى بي إن سبور، إلى ناصر خليفي: فاز أو لم يفوز أشرف حكيمي بلقب أو بالكرة الذهبية، لكن فاز بقلوبنا. أسطورة مغربية ستخلد في التاريخ. تابع معنا آخر تطورات الكرة الذهبية، لا تنسى الاشتراك وفعل الجرس، لايك وتعليق تحفيزي لكي نستمر.